السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بالبفوت. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على آخر أخبار منتخبنا التونسي وملاعبيتنا الدوليين في الدوريات الأوروبية. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك للفيديو باش الفيديو ينتشر. وخلونا نبداو. خلونا نبداو باللاعب التونسي الجديد الموهبة بن رمضانية. خلينا نشوف مع بعضنا الأخبار. كشفت تقارير فرنسية عن اهتمام ملموس من نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع موهبة النسور سعيد رمضانية. سعيد رمضانية عرض البلوز. تشيلسي قدم عرضا رسميا بعقد مدته 5 سنوات لخطف اللاعب الموهوب. تحرك بن عطية. في المقابل يضغط المهدي بن عطية المدير الرياضي لمارسيليا بكل ثقة له لتمديد عقد رمضانية وتحسينه من إغراءات البريمير ليج. موهبة تونسية خام بآفاق عالمية. صراع الكبار بدأ مبكرا على سعيد. به حاجة باهية برشا وكونه ملاعبي تتنافس عليه أكبر الأندية في أوروبا. سعيد بن رمضانية واللي انتقل حديثا للمنتخب التونسي بعد ما كان موجود في صفوف فرنسا فئة السنية، وزاد لعب مع المنتخب الجزائري الفئة السنية. تو أهم حاجة بالنسبة لمنتخبنا هو المحافظة على اللاعب هذا كنز كبير. راك تشوف يعني مازال صغير عمره 16 سنة. أكبر الأندية نحكيو على مارسيليا هو تو يلعب يقدم في يعني مباريات باهية وعنده أرقام باهية برشا مع مارسيليا. ومادام نادي كبير كما تشيلسي يتحرك ويحب يضم الملاعبي هذا ويخطفه من صغير، يعني نعرف قدرات الملاعبي هذا. ضربة معلم. لازم نحافظوا عليه بحكم يعني نجم الظروف يعني ما تعجبوش المنتخب التونسي ينجم يخطفوه لنا مرة أخرى ويرجع يلعب مع المنتخب الفرنسي أو حتى منتخب جزائري. فأهم حاجة هي المحافظة على اللاعب هذا. خلينا نحكيو على الخبر الآخر، وهو خبر إنه يان فاليري خارج القائمة هذه. أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان رسمي غياب يان فاليري عن مواجهتي هايتي وكندا بسبب الإصابة، ليلتحق بحنبال المجري في قائمة الغائبين. غياب فاليري يفتح الأبواب على مصراعيها الثنائي معتز النفاتي وغيث الزعلوني لإثبات جدارتهما في الرواق الأيمن ومنظومة الدفاع تحت أنظار صبر اللموشي. كل التمنيات بالشفاء العاجل ليان فاليري وبالتوفيق لشبابنا في استغلال الفرصة. ان شاء الله بالشفاء العاجل ليان فاليري وحنبع المجبري وديلان برون زاد كيف ان شاء الله يرجعوا للميادين في اقرب وقت ممكن. بالنسبه للاصابه هذه علاش لا تنجم تكون يعني حاجه ايجابيه نجم نستغلوها. يعني عندنا زوز ملاعبيه باهيين كما غاية الزعلوني حقيقي يقدم في اداء باهي في البطوله التونسيه، ومعتز النباتي اللي الفرصه اللي خذاها الاولى ما كانتش في ظروف باهيه. علاش لا نشوفوه مع صبر اللموشي ياخذ فرصة من جديد وإن شاء الله يورينا وجه باهي. المهم أن نحاولوا حتى الحاجات السلبية كما غياب يان فاليري وغياب حنبع المجبري وغياب منتصر الطالبي، علاش لا نجربوا في بلاصتهم لاعبية أخرين ينجموا راي اللاعبية اللي ما كناش يعني نتوقعوها انها تبرز تصير في العالم الكل. هذا الملاعب يعني ينجم يجي في وقت يعني خايب برشا، ووقتها تفيق باني عندك موهبة كبيرة كما اللي صار مع سيباستيان تونكتي. تونس الكل يعني ما هيش تحكي على سيباستيان تونكتي، وحتى مدرب يعني مدرب سامي طرابلسي حطوا في دكة الاحتياط وقت اللي جات فرصته بعد إصابة محمد علي بن رمضان. يعني الناس الكل انبهرت بأداء، وكنا وقتها عرفنا التونكتي وعرفناها بالداء وتبعناه وكل شيء. نجم تصير نفس الحاجة هذه مع أي ملاعبي ممكن ياخذ فرصة من نور جديد. المهم إن شاء الله بالشفاء الملاعبياتنا الدوليين، وإن شاء الله الموجودين يتألقوا ويقدموا الإضافة. باهي خلينا نشوف مع بعضنا نكملوا في اللي حكينا عليه. مع غياب كل منتصر الطالبي ديلان برون تفتح الأبواب أمام عناصر شابة لإثبات الذات في تربص شهر مارس. فرصة ثمينة لكل من عمر الرقيق وآدم عروس وعلى غرام لافتكاك مكان في محور دفاع المنتخب الوطني وتأكيد أحقيتهم بحمل قميص المنتخب في مواجهتي هايتي وكندا. كما حكينا يعني هذه تنجم تكون فرصة اللاعبية هذوما. عمر الرقيق بعد الرجعة على المنتخب التونسي هذه فرصته باش يعني يكبش في البوست هذي. وادم عروس واللي نتصور صبر اللموشي باش
باش يخليه ويثبته في دفاع المنتخب التونسي، خاصة إنه شفنا صبري اللموشي يعني يحب الملاعبي هذا، كان مشى له لتركيا خصيصًا باش يشوفه. وبالنسبة لأدم شو اسمه بالنسبة لعلي غرام، على غرام زادا ينجم يعني ياخد فرصة، لأن قدم هو الحقيقة وضعيته ماهيش باهية برشا مع شختار، أما نشوفوا إن شاء الله يعني تتبدل كل شيء وياخد فرصة زادة. المهم على الأقل نخرجوا من الثلاثة هذوما بقلب دفاع باهي برشا يساعدنا، قلب الدفاع اللي نحتاجوه خاصة في مباريات كما كأس العالم، خاصة ضد منتخبات بريسي تضغط برشا على المنافس كما منتخب هولندي ومنتخب ياباني. نحبوا يعني قلب دفاع يكون عنده في ساقيه، يعني مش دفاعيا هكا، حتى يعني تكون عندك مدافع حتى يبدأ نص نص يعني في مهامه الدفاعية، أما يعني يكون عنده أدوار أخرى في تخريج الكرة. هذه الحقيقة حاجة باهية برشا. نحكيو على العالم الكل ماشي في التوجه هذا، تو ما تشوفش مدافعين يعني قواو برشا في الافتكاك وفي المهام الدفاعية بصفة عامة. تو الأندية الكل والمنتخبات مركزة على اللاعبين اللي يخرجوا أكثر كرة نظيفة، بحكم يعني التكتيك الموجود في كرة القدم واللي هو الضغط العالي. المهم إن شاء الله بالتوفيق للثلاثي هذا. باهي خلينا نحكيو على ريان اللومي واللي باش تكون عنده مواجهة خاصة ضد منتخب كندا، بلد يعني اللي نشأ فيها والبلد اللي كان رفضها ريان اللومي وفضل المنتخب التونسي. نحكيو يعني على مواجهة خاصة جدا بالنسبة لريان اللومي، إن شاء الله يأكد يعني عن جدارة استحقاقيته أو يعني اختياره الصائب مع المنتخب، أو كونه انتقل يعني للمنتخب التونسي، كونه كان موجود في المنتخب التونسي. إن شاء الله يعني يكون موجود خاصة في ماتش كندا ويقدم الإضافة، وعلاش لا يمركي أهداف ولا حتى هدف يأكد به أنه يعني انتقال للمنتخب التونسي هو الاختيار الصائب، وإن شاء الله المنتخب يفوز الماتش هذا زاد لرفع المعنويات. بقى خلينا نشوفوا مع بعضنا موضوع مهم برشا يهم المنتخب التونسي في مجموعتنا في كأس العالم. تنطلق اليوم مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي التي ستجمع 4 منتخبات سيتأهل منها منتخب وحيد للحاق بكل من تونس وهولندا واليابان في المجموعة السادسة. كما نعرف الناس الكل فما 3 منتخبات توا صحيح في مجموعتنا، أمورهم واضحة، منتخبنا التونسي ومنتخب هولندا ومنتخب اليابان. مازال يعني المنتخب الرابع اللي باش يكون موجود في منتخب في مجموعتنا باش يكون المنتخب هذا من الملحق الأوروبي، يا إما باش تكون بولندا، يا إما باش تكون ألبانيا، يا إما السويد ولا أوكرانيا. واحد من المنتخبات الأربعة هذوما باش يكون موجود في مجموعتنا. هما المنتخبات الأربعة هذوما الحقيقة ما يبعدوش على بعضهم في المستوى، وأما يبقى أقواهم هو المنتخب السويدي، هو أقوى منتخب ينجم يترشح الحقيقة. تولي منتخب مجموعتنا مجموعة نارية، نحكيو على منتخب تونسي ومنتخب هولندي ومنتخب ياباني، تزيد معاه منتخب السويد، يعني تولي مجموعة كاسحة برشا. إن شاء الله يعني نعمل مفاجأة في كأس العالم، وعلاش لا نترشح حتى ولو كأفضل ثوالث. الحقيقة يعني كأس العالم هذايا مغري برشا بالنسبة للموضوع التأهل، خاصة بعد الفكرة الجديدة متاع الأفضل ثوالث. أما المشكلة عنا زهر خايب برشا في كأس العالم، ديما نتيحوا في مجموعات قوية برشا، يعني فما برشا منتخبات عربية الحقيقة صح عليهم كان منتخب مصري كانوا موجودين في مجموعات سهلة على الآخر. المهم إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله يعني يترشح لنا منتخب هو اللي باش يترشح منهم أكيد باش يكون أقوى منتخب فيهم، أما إن شاء الله يعني علاش لا، حتى إحنا عندنا ما نقولوا في رواحنا في كرة القدم. المهم كما شفنا مع بعضنا التدريبات والأجواء في المنتخب التونسي في تورنتو، الأجواء الحقيقة باهية برشا. ملاعبية جد شباب يتعرفوا على بعضهم قاعدين. صبري اللموشي قام بأول حصة تدريبية مع المنتخب التونسي، إن شاء الله الأجواء تتواصل باهية، نكملوا المعسكر متاعنا في كندا. حاجة باهية برشا إنه اخترنا كندا بالذات باش نعملوا المعسكر هذا، باش يعني نتعرفوا على الأجواء كيفاش باش تكون غادي، بحكم كأس العالم باش يكون في كندا وفي المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية. المهم إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله الملاعبية يعني الجدد والملاعبية القدم يعني يتجانسوا في ساع ويكون فما يعني تجانس بيناتهم، خاطر مهم برشا الروح العالية
باش تكون موجودة في أي منتخب باش نحدثوا المفاجأة، وعلاش لا نترشحوا لدور ثاني في كأس عالم. مازال توا عندنا 4 مباريات ودية، المباريات الزوز اللي باش نلعبوهم هذوما هايتي وكندا، وزوز مباريات ودية أخرين قبل كأس العالم بشوية. مباراة باش تكون ضد بلجيكا، باش المنتخب البلجيكي يعني تقريبا نفس البروفيل أو يقرب شوية المنتخب الهولندي اللي باش نواجهوه في كأس العالم. وعندنا منتخب النمسا زادا باش نواجهوه. منتخب النمسا ماهوش منتخب ساهل زادا. إن شاء الله تستمر الأجواء باهية هكا، وإن شاء الله بالانتصار للمنتخب التونسي في مباراته الودية والرسمية. نتقابلوا في فيديو جديد إن شاء الله، نكملوا نحكيوا على المعسكر هذا، ونكملوا نحكيوا على آخر أخبار المنتخب في كندا. المهم لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، نتبقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.